ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده اتطلب مني كتير جدا عن ان انتوا عايزين تعرفوا معلومات عن كلية خدمة اجتماعية. هي الكلية دي لها مستقبل ولا لا؟ حاجة اقول لك حاجة، هو في كليات كتير موجودة، بس الناجح واللي بيعرف يطور من نفسه هيقولك ده ليها مستقبل وهيخلق شغل ويخلي نفسه في حتة تانية من تحت الارض. لكن الفاشل هيقولك هعمل ايه؟ ملهاش مستقبل، خدت الشهادة ورميتها في الدرج. طيب هل المواد صعبة ولا سهلة؟ بصوا، المواد إلى حد ما سهلة، بس اللي بيذاكر هيلاقيها سهلة، اللي ما بيذاكرش هيلاقيها صعبة. طب عندنا مواد انجليزي، احنا خايفين، الانجليزي مش بيرفكت بالنسبة لنا. انتوا بتحفظوا القطعة، بتفهموها، وبعد كده بتخشوا الامتحان بتقرأوا السؤال، وان شاء الله تعرفوا تحلوا بإذن الله. طيب هل ممكن اطلع اخصائي ذوي احتياجات خاصه؟ هقول لك طبعا، بتعمل دبلومه بعد الكليه، وان شاء الله بتقدر ان انت تخش المجال ده، سواء كان انت عايز تخش مجال ذوي الاحتياجات الخاصه او المجال النفسي. طيب هو انا مش خريج كليه، خريج معهد. هقول لك بتعمل معادله، وبعد كده بتقدر تقدم في اي حاجه انت عايزها. هل سؤال برضك اتسأل لي، هل انتساب ليه شغل عن انتظام؟ لا طبعا، ان كلنا بناخد نفس الشهادة، كلنا بنشتغل نفس الشغلانات، مفيش حد اعلى من حد، كلنا زي بعض. وهقول لك حاجة، احنا في سوق العمل ما بنعتمدش على الشهادة، احنا بنعتمد على خبراتك. ايه انت، ايه عندك خبرات؟ هل انت عندك خبرات في مجال كتير ولا مجال واحد؟ هل انت بتطور من نفسك ولا بعد الكلية اكتفيت بالشهادة وقلت انا كده ايه هخش واشتغل؟ فانت خليك طموح، عايز توصل لحاجة هتوصل لها، عايز توصل للمدير هتوصل له، بس طور من نفسك، مش تقعد وحاطط ايدك على خدك ومستني الفرج يا رب. ربنا يعني قالك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ايه مش هنسعى بقى ولا هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا؟ طيب هل ممكن اكون دكتور نفسي؟ لا، انت اخصائي نفسي، انت بتساعد الدكتور في الخطة العلاجية بتاعة المريض، ازاي انت تساعد المريض في ان هو يعفى مثلا من المرض اللي عنده. دي كل المعلومات اللي عندي يا جماعه، ما تخافوش، الكليه سهله وكل حاجه سهله، وسهل منها ان انت تجيب تقدير وتنجح. ما في النجاح مش صعب ومش سهل، لكن الفشل في ثانية إلا ثانية هتبقى فاشل، لكن النجاح لازم تسعى وتتعب، وأول ما توصل للنجاح هتقول أنا ما عملتش حاجة، أنا عايز كمان. بجد بتقول أنا عايز كمان، عايز أنجح. كل ما بتعلى وبتلاقي الناس بتحترمك أكتر، كل ما بتبقى عايز تعلى أكتر. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت لو عايزين تعرفوا أي معلومات تانية. دي كل المعلومات اللي أنا أعرفها، ولو قدرت أفيدكم أكيد هقول لكم، وأشوفكم على خير، وباي باي.